والله سيؤدبك يا غالي، والله سيؤدبك يا غالي. هذه رسالة إليك يا سامع الغناء، رسالة إليك يا من تعصي الله وتتكبر على الله. ألا تتق الله؟ ألا تتوب إلى الله؟ ألا تغير حياتك بسبب معصية واحدة؟ ألم تعظم الله في قلبك؟ بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أتركها. لا تتركها أبد. هل تظن من بيده ملك الملوك عز وجل محتاج أنك تترك غني؟ لا يا غالي. اسمع لقول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. ويقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ويقول الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نعم أنت وأنت وجميعا ونحن، لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نترك المعاصي لله؟ لماذا لا نتركها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله به خيرا منه أفضل منه. هذا نداء من الله يناديني ويناديك بآية جميلة، بآية لطيفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآية من الله، نداء من الله إلى المسرفين، إلى من يعصي الله، إلى من يهمه الشهوات والأغاني وغيرها. يا سامع الغناء، الأذن ماذا استخدمتها؟ ماذا تريد أن تتكلم يوم القيامة؟ هل مشيت إلى الحلال أو إلى الحرام؟ والله ليس هناك سعادة إلا بطاعة الله. أخي يا من تريد السعادة والراحة النفسية فإنها بطاعة رب الأرض والسماوات. اسمع إلى قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن تلك القلوب ترتاح لذكر علام الغيوب عز وجل. اسمع يا رعاك الله، وأنت يا أختي، إذ لم نفق من سكرتنا، من هذه الغفلة، من هذا الظلام الذي نحن فيه. والله كم من شاب مات على أغاني، كم من شاب وفتاة ماتوا على معاصي والعياذ بالله. السؤال: ماذا سيقول الله؟ يقول: أنت ابتليت يا ربي ولم تهديني، بل هداك، أعطاك الهداية وأعطاك النور وأعطاك الطريق. كأن الله عز وجل يعرض عليه الجنة ونقول: لا، نريد النار. متى نغير؟ الرسالة الأخيرة: أنا وأنت إن لم نتأدب مع الله في الأرض، إن لم نتأدب مع الله في أرضه، والله يؤدبك تحت الأرض ويوم الأرض، يمهلك، والله سيؤدبك يا غالي تحت الأرض ويوم الأرض. أيهما تختار؟ أترك لك الإجابة. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب،